بعد كده بنشوف قلعه في نص الغابه، وبيكون الامير واقف مع الخدامه بتاعته، وبنعرف انه عنده سلاح خطير ناوي يستخدمه ضد شعبه. المهم بنشوف ملك زاركوفيا وبيكون مش موافق على السلاح اللي ابنه عايز يستخدمه، وبنعرف ان السلاح ده هو دكتور فيكتور، وانهم عايزين يصحوه من تاني عشان يخدمه، وان العلماء بتوعهم لقوا جثته في الفضاء وبيحاولوا يصحوه. المهم الملك مش بيكون موافق، وده لان السلاح ده لو استخدمه ضد الثوار مش هيبقى فاضل فيه مملكه اصلا يحكموها، وطبعا الامير بيكون مصمم على اللي في دماغه، والاتنين بيقعدوا يتخانقوا مع بعض. المهم الملك بيجيب اخره وبيبعت طلب مساعده لبين وفريقه، وفعلا بيكونوا في طريقهم للمملكه، ولكن فجاه بيتضرب عليهم صواريخ، فبين بينط من الطياره وبيتحول لايكو وبيقدر يدمر 3 منهم. بعد كده بيتحول للالتيميت وبيدمر 2 تانيين، ولكن في واحد بيفلت منه وبيخبط في الطياره. المهم بيقعوا في المطار بتاع المملكه، والحراس بيحوطوهم من كل ناحيه، والامير بيجي وبيكون عايز ياخد الطياره بتاعت كيفن. المهم بين بيحاول يهدي المواضيع ولكن مش بيعرف، فالملك بيجي بذات نفسه وبيهديهم. بعد كده الامير بيسيبهم وبيمشي، والملك بياخد الضيوف لغرفه العرش وبيبتدي يحكي لهم عن الحوار كله من اوله، وبيكون عنده طلب واحد ان هم ياخدوا السلاح من غير ما حد يحس. وفعلا بين وفريقه بيبتدوا يتسللوا، وبين بيتحول لبيج تشيل وبيدخل الاوضه وبيقدروا يوقفوا الانذار. المهم بيوصلوا للمكان اللي دكتور فيكتور موجود فيه، ولكنهم طبعا بيتقفشوا. المهم بيبتدي القتال، والفرقه بتاعتنا بيطلع عينها لحد ما كيفن بيشغل الجهاز بالغلط والاشعه بتضرب على دكتور فيكتور، بس بين بيحاول يخليه متجمد بقدر الامكان، ولكن الجثه بتتحرر، وبنعرف ان الامير بيتحكم في جسمه. وطبعا دكتور فيكتور بيكون قوي جدا وبيقدر يهزمهم كلهم حتى بعد ما بين اتحول لالتيميت بيج تشيل. المهم الامير بيربطهم، والملك بيكون عايز يطلق سراحهم، بس الامير بيكون عنده راي تاني وبيربط الملك معاهم. المهم جوين بتكون هي الوحيده اللي صحي وبتحرر الملك الاول، ولكن الملك بدل ما يحررهم ياخد بين وبيخرج من المكان. بعد كده بنشوف بين مربوط في جهاز هو ودكتور فيكتور، والملك بيلبسه خوذه غريبه وبيستخدم الالتيميت ريكس وبيقعد يحول بين لحد ما بيثبت على انفيبيان. بعد كده بيلبس هو كمان خوذه وبيشغل الجهاز، والفكره ان الباشا عايز ينقل وعيه عن طريق الكهرباء بتاعه بين لجسم دكتور فيكتور، بس فجاه الامير بيدخل في نص العمليه وبيقطع السلك بتاع الجهاز، والملك بيقع على الارض ميت. والامير بيكون فاكر انه كده خلاص بقى هو الملك الجديد، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وبتكون العمليه نجحت، والملك دخل جوه جسم فيكتور وبيضرب ابنه، وبعد كده بيمسكه وبيقول له انا هربيك من اول وجديد، بس الاول هروح اعلم الثوار الادب وارجع لك. وفعلا بيروح لهم وبيكون حرفيا فشيخهم وبيقعد يدمر فيهم زي النمل، ولكن الوضع مش بيستمر، وده لان هيت بلاس بيدخل الساحه والقتال بيكون مولع حرفيا، وكيفن وجوين بيحاولوا يساعدوه ولكنهم طبعا مش بيقدروا. المهم بين بيقعد يرزع له في وشه. بعد كده فيكتور بيشيل دبابه عشان يرميها، بس بين بيولع فيها لحد ما بتسيح عليه زي البركان، وجوين بتستخدم تعويذه رياح وبتقدر تجمد دكتور فيكتور، وبكده قدروا ان هم يهزموه. المهم الامير بيجي وبيكون معاه حراس كتير فشخ. بعد كده بيكون هياخد دكتور فيكتور عشان يرجع يسيطر عليه تاني، ولكن بين بحركه واحده بينزله على الارض وبياخد منه جهاز التحكم. المهم الحراس بيضربوا عليه ولكن جوين بتحميه، وبين بيقرر يطفي جهاز التحكم وكل الحراس بيتحرروا، وبكده شعب زاركوفيا هيمشي بنظام ديمقراطي، ودكتور فيكتور بيفضل يستحلف لبين انه مش هيسيبه وهيفشخه المره الجايه، ولكن في الاخر بين بيطنشه وبيمشي.